السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يسرى شانيل. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم وجبه سهله اقتصاديه في متناول الجميع، كتعجب حتى الوليدات الصغار. نتمنى الاعجاب ديالكم وخليكم مع المكونات اللي غنحتاج في هذه الوجبه. بالنسبه لي اليوم غنحضر معكم طورطيه بالبطاطس والبيض. كنقطع البطاطا على هذا الشكل هذا مربعات، كنرش القليل من الملح وكنخلط البطاطا بملحه مزيان، وكنعمل الزيت يسخن باش نقلي بطاطا. بالنسبه للملحه ما كنكثرش بزاف، يمكن نقليها حيت باقي غادي نعمل التشارميله ديال الطورطيه، غادي نعمل فيها الملحه. المهم كنعمل البطاطا كتقلى، من بعد ما كنخليها كتقلى كنجي نحضر معكم التشارميله. غنحتاج في هاد المقادير 4 ديال البيضات. بالنسبه للبيض كيبقى على حساب نتينا اللي بغيتي وعلى حساب الكميه اللي عندك. انا عملت 4 البيضات. الملحه والكمون والابزار. بالنسبه للابزار كيبقى اختياري، في امكانكم تزيدوا الهريسه اذا كتفضلوا الحار اكثر. عملت هنايا البصله مقطعه طريفات صغارين والمعدنوس مقطع. صافي غنبدا نخلط البيضات مزيان مع المكونات باش يدخلوا داك البيضات في المكونات. دابا كتبان لي البطاطا طابت وغادي نحيدها. كنحصل على هذا اللون هذا كيكون مذهب، حيت باقا غتكمل الطورطيه الطياب ديالها وغتحمر مع البيض وديك التشارميل اللي حضرت معكم. يعني داكشي علاش خصكم تخليوها غير هيدا مصفره. دابا غادي نخلط البطاطا وغندخل فيها ديك البيض والتوابل والمعدنوس والبصله. بالنسبه للبصله في امكانكم تحكوها اذا ما كتفضلوهاش تكون هيدا طرطفات، ولكن انا الطورطيه كتعجبني بهاد الطرطفات ديال البصله، كتعطيها واحد المذاق رائع وكتجي لذيذه. كنخلط البطاطا مزيان مع البيض ومع المكونات. بالنسبه للبيضات انا عملت 4 حيتاش كتعجبني الطورطيه تكون ماشي ناشفه. كنعمل المقله السخون وكنعمل فيها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده كندوبها فوق المقله وكنكب الطورطيه باش طيب. في امكانكم تكتفيو بالقليل من الزيت تدهنوا به المقله باش ما تلصق لكمش الطورطيه وكتجي في الوجه ديالها ما شحتاشي. صافي دابا كنوزعها على هذا الشكل هذا حتى كتشكل شكل دائري على المقلاة، وغنخليها طيب مده 2 دقائق حتى 3 دقائق. غنبقى نرد البال من التحت نشوفها واش بدات كتحمر. عندي ديك الباله ديال البغرير هذيك هي اللي كنقدر نشوف بها هذا من التحت كتبان لي تحمرت. صافي دابا غادي نجيب واحد الصينيه غنعملها من فوق المقلاة وغادي نقلبها. غنقلب المقلاة على ديك الصينيه، من بعد ما نقلبها عاوتاني على جهه اخرى باش تكمل الطياب ديالها. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطيه اللي حضرت معكم. نقطع معكم واحد الطرف، كتجي لذيذه ورائعه ووجبه اقتصاديه ممكن تحضروها كوجبه غداء او عشاء او مرافقه مع الاكل وجبه اخرى. المهم نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو متنساوش تخليو لي لايكات ديالكم وتعاليقكم اللي كتشجعني باش نستمر. شكرا لكم، السلام عليكم، تلاقاو مع فيديو اخر في امان الله وحفظه.